السلام عليكم. رمضان مبارك سعيد. هذا اليوم يعني من بعد ما كتبت واحد الصور ديال الداخليات ديال المؤسسات التعليميه. داكشي رديء جدا، لا من حيث الكيف ديال الاكل التغذيه، ولا من حيث الكم، ولا من حيث الاواني المستعمله لهاد التغذيه هذه. وبالتالي كيبان داكشي انه مهزله بكل المقاييس، ولا يشرفنا لا كإنسان ولا كبلد. بطبيعه الحال هاد الصور تم التقاطها من بعض المؤسسات التعليميه ومن بعض الداخليات من طرف بطبيعه الحال التلاميذ، وشاس بزاف في التواصل الاجتماعي. انا ما غاديش نكتب الصور ولا نكون معها ولا ضدها ولكن اللي كيتضح ان هادشي جزء منه راه صحيح، الجزء الكبير منه صحيح. غير اللي بغيت نوضح في هذا الفيديو التاريخ ديال الانترنت نتاع الداخليات بالنسبه للمبالغ الماليه، وبالنسبه للطريقه نتاع تدبير هذا القطاع هذا. طبعا هاد المساله هذه كتطلب منا نرجعوا شويه للوراء، لان هذه مساله قديمه، راه ماشي جديده. هاد التغذيه راه ماشي غير في رمضان، التغذيه راه خصنا نتكلموا عليها قبل رمضان، من غير رمضان، ولمده سنوات. ولكن الحمد لله دابا التواصل الاجتماعي ولا كيورينا اي حاجه. هاد الداخليات كانت لواحد الامد قريب شيء ما التلميذ كياكل 7 دراهم في اليوم. 7 دراهم في اليوم، تخيلوا نتوما، فطور وغدا وعشاء، 7 دراهم. كاين اللي غادي يقول لي كان داك الوقت رخى. بالفعل كان داك الوقت المواد رخيصه، وبالتالي كانت ما نقولوش كتكفي، ولكن كانت ربما احسن من الان. الان راها 20 درهم للوجبه، ماشي للوجبه اليوم، غدا فطور وغدا وعشاء. كانت 7 دراهم ولات 20 درهم. 7 دراهم الا ضربناها في جوج هي 14 درهم. اذن الا ضربناها في 3 تقريبا غادي تعطي 3 أو 4، لا 3 غادي تعطي تقريبا نفس القيمه. ولكن راه المواد زادت بواحد الكيفيه كبيره على قبل، على هاد 7 دراهم. الزيت مثلا داك الوقت راه ما كانت دير 30 درهم، ودابا كدير 110 دراهم. هذه غير الزيت. جميع المواد تضربت. كاين اللي تضربت في 5، كاين اللي تضربت في 4، كاين اللي في 2، كاين المهم كل وحده تزاد بزاف. وبالتالي غير منين كانت 20 درهم السنه الماضيه والسنه اللي قبلها راه احسن من اليوم. دابا البصله راه دير 15 درهم 17 درهم حتى 20 درهم، مطيشه 20 درهم الى غير ذلك. قيس على ذلك. هذا ماشي مبرر باش ما تكونش الماكله مزيان، ولكن كنحمل المسؤوليه للدوله، الوزاره. كان خصها تعرف هذا الشيء، كان خصها دير الاستباق انها تكبر في المبلغ المخصص للداخليات. كاين اللي كيقول لك راه المدارس التطبيقيه لي كلاس راهم كياكلوا 40 درهم. نعم كياكلوا 40 درهم، ولكن شكون اللي كيخلص النص؟ راه 20 درهم عندهم.
النص كيخلصوها الاباء، ومع ذلك ما كاينش شي تجويد هو هذاك، لان حتى 40 درهم راها قليله، لان الطالب راه كيكون ديك الساعه عنده 20 سنه 18 سنه 19 سنه، دونك كيخصو تغذيه من نوع اخر. التلميذ ديال الابتدائي ماشي هو ديال الاعدادي، ماشي هو ديال الثانوي، كل واحد التغذيه ديالو، اما حد زايد وكيكبر وهو المتطلبات كتكبر. اذا خص هاد المنحه تغير، خصها تكبر. كاين مشكل اخر واللي ولا مطروح الان. واحد الوقت كان مسير المصالح الماديه والماليه معه اعوان اللي كيشتغلوا في الميدان، عده اعوان، ومعه الماغازيني ومعه الطباخات ومعه اللي كيساعد. من بعد ولاو هاد الاعوان منين كيمشيو وبقاو كينقرضوا ما بقاوش كيتعوضوا، وكان عنده المساعد ديال المقتصد، مسير المصالح الماديه والماليه المساعد ديالو. الان لا، كاين المسيرين اللي كيسيروا ديك المؤسسه وكيسيروا مؤسسات اخرى. اذن كيفاش غادي يتبع هاد المسير؟ غادي يتبع هاد الميدان الكبير اللي خصو يتفرغ له غير ليه. لان علاش الحديث على هذا؟ ماشي باش نقول بان واش الخطا كاين في المسير ولا فاش كاين، لا، هادشي خصو مساعده. لان الان تمرجع هذه واحد السنوات، رجع التدبير المفوض ديال ولاو غير لي سيكوريتي نتاع الشركه، يعني ما بقاوش عندنا الاعوان، ما بقاوش كيتوظفوا، وما بقاوش عندنا الطباخه ولاو ديال الشركه، ولا مسير المصالح الماديه والماليه والحارس العام والمدير فقط هما اللي كيدوروا تما. وزادوا دابا باش غادي تكمل النيشان داروا المطعمه. مزيان، نبأنا خيرا ان المطعمه تريتور ان غادي يجود هذا العمل هذا ديال الطبخ ولكن شكون يدير له المتابعه من الناحيه القانونيه؟ دابا مسير المصالح الماديه والماليه ولا المدير ولا راك جبت له شركه ديال لي سيكوريتي وما عطيتوش القانون ديال التتبع ديالهم والمراقبه، وجبت له الطباخه ونفس الشيء والمنظفات ونفس الشيء، وزدت له المطعمه. دابا منين زدت لهم المطعمه، شكون يتبع داك المطعمه؟ شكون يتبع التريتور؟ التريتور انواع، هاد المكلفين بالطبخ والطهي وهذا الاخر انواع، كل واحد كي داير. خطره يجيب لك الدجاج ناقص، خطره يجيب لك اللحم ناقص، خطره يجيب لك الخبز ماشي هو هذاك، خطره وخصك انت دير له المراقبه. اذا خص يكون عندك واحد القانون. هذا ما بقاش تابع للقطاع ديالك، هذا ما تابعش للقطاع ديال التعليم. ماشي تجي وترمي واحد في مؤسسه تعليميه ملي كتتكلم معاه راه من حقه يقول لك انا كاع ماشي انت اللي درت المارشي، راه المارشي اللي درتو المديريه. نعم، المديريه ملي كتشكى ولا كتسمع لك لان عارفين الظروف، ولكن ما تابعلكش، ما عندكش قانون اللي يخليك باش اللي كيحميك اصلا واللي كيخليك دير له المتابعه. انت راك كتسير. هذا النوع ديال المشاكل كتخلي حتى التريتور يدير اللي بغا. بليس دو سا زائد هادشي كله ان المبلغ المخصص للصفقه اللي دارت في المديريه وكتكون مبلغ ناقص 20 درهم، شنو غادي يخرج لك منه؟ هذا جانب. كاين جانب اخر ديال كتلقى مثلا اقليم ولا المغرب كله كياكلوا ب20 درهم، واقليم منين كيدير الصفقه كدار اقليميا، يعني خص اللي ياكلوه في هذه المدينه ياكلوه في هذه المدينه، في هذه الداخليه في هذه الداخليه، في هذه نفس لا كاليتي ونفس لا كونتيتي، نفس الكيف ونفس الكم. ولكن كنلقاو هذا ما حاصلش. كاين تباين بطبيعه الحال في التسيير وطريقه التسيير، تباين في لي تريتور
وتباين من منطقه الى اخرى. كاين المنطقه اللي موجودين فيها المواد، كاين المنطقه اللي ما موجودينش فيها. كيمكن تعطى الصفقه لواحد ماشي كومبيتون، ما عندوش قدرات لا ماديه ولا معرفيه بالميدان، وجبتو حطيتو عطيتو ديك الانترنا نفسها وداك الطباخ اللي كان عندك نفسه والوضعيه نفسها، وقلت له اجي وطبخ هنا. مزيان خصو يطبخ تما باش الماكله تراقب وداك الشيء، ولكن الامكانيات ديالو شنو هي؟ خصها تراقب، خصها تكون عندها تتبع، خص تفرض عليه شنو من الامكانيات اللي غادي يضيف. كاين تحسن في بعض الداخليات، ما نكروش، تحسن كاين في بعض الداخليات. يمكن تلاقاو مع تريتور في المستوى، يمكن راهم في منطقه موجود فيها مثلا السمك رخيص، المواد رخيصه، ولكن كاين مناطق اللي راه ما كيوصلهاش مثلا السمك، كاين مناطق اللي صعيب يوصلها للحم، كاين وكاين اللي عاود في التسيير ماشي هو هذاك. نكونوا معقولين. اذا نلخص هذا الشيء، المسؤوليه كامله للمديريه، للدوله، للوزاره. علاش؟ اولا ماديا خص تخصيص، يعني تزاد تضاف المنحه بواحد الشكل كبير. سن قوانين باش المسير المصالح الماديه والماليه والامير بالصرف والمراقبه ديال هاد الدخلاء على المؤسسات التعليميه، سميتهم دخلاء بين قوسين. توفير البنيه راه كاين اللي حتى الانترنا ماشي هي هذيك. توفير المواد تاع الطهي وديال فاش غادي ياكلوا، راه كاين اللي كيقول لهم جيبوا الكيسان معكم، جيبوا الطبسي معكم. والمراقبه اللصيقه بهذا الميدان هذا. غادي نضيف هنايا مساله اخرى، راه ماشي غير التلاميذ اللي راهم ضايعين في هذه المساله نتاع الداخليات نتاع التغذيه. كاين طلبه الان في رمضان، طلبه الان راهم كاريين في مدن بعيده عليهم وهذه، والكرا غالي، والمنحه من ذاك الوقت ما تزادت، منحه ضعيفه. اذا حنا الا كنا كنهتموا بالعنصر البشري بالفعل كما كتقال في الشعارات ديال البلاد، ايوا راه من هنا نبديو. حنا جبنا فرقه باش نلعبوا معاها، جبناها شي كيقول مليار، شي كيقول 700 مليون، شي كيقول حنايا مع اننا نربحوا، اننا نفرحوا، ولكن علاش ما نفكروش في هادو اللي راهم كيلعبوا؟ هما اللي كيكونوا تلامذ، هما العنصر البشري، هما المستقبل ديال البلاد، هما اللي كيوليو ديزانجينيور، هما اللي كيوليو اطباء، هما اللي كيوليو دكاتره. هما راه هذا هو العنصر البشري اللي خص الاهتمام به، وهذا هو التكافل الاجتماعي. الا كاين شي تكافل اجتماعي كنتكلموا عليه في الشعارات وفي الاخر، راه هو هذا التكافل الاجتماعي مع هذه الفئات هذه. اللي يمكنش التلميذ ياكل داكشي اللي شفنا في الصور ويمشي يقرا وتقول له علاش ما جبتش الدفتر والفلوس، علاش ما وفرتش، علاش ما خدمتش التمارين ديالك، وعلاش ما جبتش النقطه، وعلاش ما جيتش في الوقت، وعلاش ما يمكنش. اذا شنو غادي نقول لكم؟ هذه حسره وحيره بغيت نتكلم عليها لان ما بغيتهاش دوز غير هكاك. نتمنى نكون توفقت شويه في تقريب الوضعيه اللي كيعيشها التلميذ داخل الداخليات ديال المؤسسات التعليميه. كنطلب منكم تشتركوا في هذه القناه وتوضعوا اعجاب وإلى كومونتير مادامينا يعاوننا، لان باش نعرفوا فين كيفاش راح نفكروا جميع، لان هذا الشيء خصو حلول. تحياتي لكم والى اللقاء.